انتقال تاريخي للتونسي حمزة حفيظ إلى أقوى دوري في العالم. حمزة حفيظ يكتب فصل جديد في تاريخ الكرة الطايرة التونسية. رسميا لوبي تشيفيتانوفا أحد عمالقة الدوري الإيطالي. يا جماعة نحكيو على السوبر ليغا، أقوى بطولة في العالم. لوبي تشيفيتانوفا مش أي فريق، هذا نادي عنده ألقاب سكوديتو، كاس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية. حمزة حفيظ كان مرة كائس النجم الرياضي الساحلي، عاش تجارب احترافية قبل في فرنسا مع جران نانسي وأيضا الكودري. اليوم يوصل أعلى مستوى ممكن في الكرة الطايرة. التعاقد جاء في فيفري 2026 باش يعزز عمق التشكيلة قبل البلاي اوف، والمنافسة داخل الفريق نار باش يلعب قدام جمهور معروف بالضغط الكبير والأجواء الحماسية. الرسالة واضحة، حمزة حفيظ ما مشاش باش يكمل عدد، مشى باش ينافس ويتطور ويمثل تونس. برشا أحباء متاع ليتوال حبوا حمزة يكمل الموسم، على الأقل يقاتل مع الفريق للنهاية ويمكن يهز لقب قبل ما يخرج، خاصة أنه ركيزة أساسية في الهجوم. التوقيت جاء قبل المراحل الحاسمة بين حلم الاحتراف في إيطاليا وواجب الوفاء للفريق الأم. السؤال المطروح، هل القرار كان في وقته ولا كان ينجم حمزة يصبر شوية ويخرج ببطولة في يده؟ انتم مع الاحتراف الفوري وإلا مع إكمال الموسم في الليتوال؟ اكتبوا لنا رأيكم.